ازيكم يا اخوات، عاملين ايه؟ يا رب تكون دايما بخير. فيديو النهارده هقول لك على كل الشروط اللي لازم تكون موجوده في تليفونك عشان تشغل بيس 2025. طبعا الشروط دي هتكون صعبه جدا الموسم ده لان المساحات هتكون كبيره جدا جدا جدا، وفي اضافات جامده جدا جدا هتضاف معانا، فمساحه اللعبه هتكون كبيره وهتكون الى جامد اوي 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 يا جدعان. فيعني يا اخواتي ربنا يستر ربنا يستر ربنا يستر، ويعني تنزل على رامات 4. انت متخيل؟ يعني اللي هي كانت تشتغل في اول بيس 19 بيس 18 كان اشتغل على رام 2 عادي. دلوقتي يا رب يا رب بيس 2025 اصلا تدعم الرامات 4. يعني ممكن احتمال كبير انها ما تدعمش رامات 4 يعتبر. بس يا اخواتي في مطورين من اليابان اللي هم تبع شركة كونامي بيقولوا انها تنزل على رامات 4. تمام يا اخواتي، فالنهارده انا جاي اقول لك على كل الشروط اللي هتنزل بيها بيس 2025. والصراحة بيس 2025 هتكون نسخة جامدة وهتكون نسخة قوية جدا 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 جدا. فيا اخواتي الصراحة يعني نسخة هتغطي على الكل. هينزل طبعا معانا الماستر ليج، وهينزل معانا باكجات، وهتنزل معانا حملة قوية جدا جدا جدا. احتمال نستلم منها 100 كوين، 100 ايه قصدي 1000 كوين. تمام يا اخواتي، فيعني زي ما بتعمل بس كل تحديث، فالصراحة التحديث هيكون جامد جدا جدا جدا. بس يعني هتكون مساحته تقيلة حبتين 3 4. هيكون احتمال 3 جيجا او 2 جيجا ونص يعني في الميت خالص. فبس كده يا اخواتك، وانا حبيت اقول لك بس على ايه التحديث، انه هينزل مساحه كبيره وكده. وبس تعال اقول لك بالدلائل العاد. بيس 2025 هتكون رامات كام، وهتكون بتستحمل معالج كام، وعايز المعالج يكون ايه، والمعالج يكون كام. هقول لك على شويه تليفونات ارشحهم لك في الاخر انك تشتريهم. تمام يا اخواتي، قبل ما نبدا في الفيديو ما تنساش عجبك الفيديو ده اعمل لايك واشتراك وتصلي على محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وتشير الفيديو من كل اصحاب اخواتك. وبس كده تعال اقول لك على الحاجات اللي محتاجاها عشان تشغل بيس 2025. تمام يا اخوات، اول حاجه اقل حاجه لازم يكون عندك رامات 4. تمام يا اخواتي، لازم يكون تليفونك رامات 4 و128 جيجا عشان يدعم بيس 2025. تمام، دي اول حاجه. في تليفونات برضو 3 جيجا رام بس بيكون المعالج بتاعها عالي، فدي ممكن يدعم برضو. فدي اول حاجه يعني يعتبر معانا يا اخواتي. لازم يكون التليفون بتاعك 4 جيجا رام او 128 جيجا بايت ذاكره تخزين عشان يدعم معانا بيس 2025. تمام يا اخواتي، وتاني حاجه المعالج ما يكونش اقل من 4.1، ما يكونش اقل من 4 يعني. زي ما انتم شايفين اهو المعالج لو ظهر عندك 3 او 3.5 او 3.2 فده مش هيشغل بيس 2025 للاسف، لانه الشركة اعلنت انه لازم اقل معالج يكون 4.2، 4 قصدي 4 او 4.1. تمام يا اخواتي، تمام. فممكن يكون انت امكانيات معالجك عالي، يعني مثلا ايه، يكون امكانياته 4 المعالج ويكون 3 رام و64 ممكن يشغلها عادي. وممكن برضو يكون 64 جيجا و3 رام ويكون معالج واطي وما يشغلهاش. فيعني هي بتعتمد كلهم بيكملوا بعض، يعني المعالج والرامات وذاكرة التخزين بيكملوا بعض في تشغيل اللعبة. فيا اخواتي بكده اكون قلت لك ازاي ايه اللي هي الشروط اللي محتاجها تليفونك عشان يشغل بيس 2025. تمام يا اخواتي، اكون قلت لك اول واحد في اليوتيوب. فما تنساش لو انت مستمر لحد دلوقتي دوس لايك واشتراك. وبس كده تعال اقول لك على شويه تليفونات انصحك بيهم انك تشتريهم، لانه التليفونات دي جامده جدا جدا واسعارها في المتوسط وفي متناول الجميع. فيا اخواتي تعال اقول لك على الثلاث تليفونات، والثلاث تليفونات الصراحه جامدين جدا جدا جدا، واسعارهم يعني كويسه، مش اللي هي غاليه قوي ولا رخيصه قوي. تمام يا اخواتي، اوكي يا اخواتي، اول تليفون معانا هو من شركه شاومي، هو ريدمي اي 2. التليفون ده بمواصفاته جباره، والتليفون الصراحه جامد جدا جدا جدا، والمعالج بتاعه عالي والمساحته عاليه والرامات بتاعته عاليه. فالصراحه يا اخواتي التليفون جبار، والتليفون جامد جدا جدا جدا. وهو 128 جيجا مع 4 رام، بينفعوا يزودوا 4 يعني 8 رام و128 جيجا. والتليفون في متناول الجميع، يعني السعر بتاعه قليل، يعني السعر بتاعه من 3 ل 4000. فالصراحه يا اخواتي التليفون اديله تقييم 10 من 10. التليفون جامد جدا جدا جدا، وشركه ريدمي، خصوصا ان انا مجرب شركه ريدمي. تمام، والتليفون اللي معايا حاليا ريدمي. فالصراحه ريدمي يا اخواتي جامد جدا جدا جدا، وانصحك من غير ما تفكر كتير ولا تحتار يعني من دلوقتي. لو انت لسه ما اشتريتش تليفونات روح اشتري التليفون ده، هيدعم معاك اي لعبه تتوقعها لمده 3 4 سنين لقدام. يعني مش هياخد مثلا السنه دي ولا السنه اللي جايه وتلاقيه بطل يدعم مثلا بيس ولا بتاع. لا، التليفون ده على ضمانتي انا 3 4 سنين لقدام هيدعم معاك العاب عادي. والتليفون الصراحه مواصفاته جامده والمعالج بتاعه عالي يا اخواتي. اوكي يا اخواتي، يلا بينا على تاني تليفون على طول. اوكي يا اخواتي، تاني تليفون معانا هو اوبو اي 53. التليفون ده ختم كل حاجة، يعني مفيش حاجة ما تتقالش عليه. سعر تلاقي، مساحة تلاقي، ذاكرة تلاقي، رام تلاقي، معالج تلاقي، ألعاب تلاقي، سوشيال ميديا تلاقي. بص، تليفون كامل متكامل بكل ما تعنيه الكلمة. 128 جيجا مع 8 جيجا رام، وفي نسخة 64 مع 4 جيجا رام. بص طرش الطرش، يعني تليفون اقسم بالله جامد جدا جدا جدا.
وده سعره في متناول من 4000 ل5000. بس الصراحة يا اخواتي التليفون يستاهل، ويستاهل اكتر من كده بكتير. وانا عن تجربة واحد صاحبي كان جايبه، وعن تجربة اقسم بالله التليفون جامد جدا جدا جدا. ويعني يعتبر لسه هيقعد معاك حبة حلوين، يعني ممكن يشغل بس 3 4 5 6 سنين لقدام، يعني ما يملش. والتليفون جامد جدا 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 والله يا اخواتي. اوكي يا اخواتي، ويلا تعالوا اقول لكم على تالت تليفون معانا النهارده. وتالت تليفون معانا يا اخواتي هو سامسونج جالاكسي اي 23. التليفون مواصفات وسعره وكله خيالي، يعني التليفون اقسم بالله جامد جدا جدا جدا. مش ببالغ، يعني اللي فات كله ده كوم، وانا سايب لكم ده الاخير عشان لوحده كوم تاني. اللي فات كله في كفه، وده في كفه لوحده. ليه بقى؟ ليه قول لي ليه. من ناحية السعر مفيش سعر، تراب تراب حرفيا. يعني مفيش تليفون بيقدم اللي هو بيقدمه بالسعر ده. تمام يا اخواتي، يعني التليفون جامد جدا جدا. معالج 5.5 على اسمه ده، على مساحة 200، في نسخة 256 وفي نسخة 128 مع 8 جيجا رام. يعني مع معالج قوي مع بروسيسور، يعني بص حاجات خرافية، حاجات جامدة جدا 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 جدا. يعني يا اخواتي اقسم بالله مش عارف اقول لك، بس الحساب جامد، قصدي التليفون جامد جامد جدا جدا جدا. فيعني يا اخواتي انصحك تشتريه، وهو سعره هيكون، بس سعره يعني هو مش مبالغ فيه، بس يعني مرتفع شوية. هو سعره من 6 ل7000 جنيه، بس هو يستاهلهم اقسم بالله يا اخواتي، عشان بيقدم مميزات كتير جدا جدا جدا. والتليفون جامد جدا 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 والله. اوكي يا اخواتي، وبكده كنت قلت لك على كل الشروط اللي لازم عشان تليفونك يشغل بيس 2025. فما تنساش لو عجبك الفيديو ده اعمل لايك واشتراك، وتصلي على النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وتشير الفيديو لكل اصحابك واخواتك. وبس كده، اشوفك الفيديو الجاي على خير. سلام.